المنتخب السعودي يزلزل اول مباراة لمنتخب السعودية امام الارجنتين، بتضرب الارجنتين بهدفين، ولا احلى ولا اروع. اول مفاجأة في المونديال السنة دي بتفوق السعودية على الارجنتين. ازاي انت منتخب السعودية منتخب قوي، يعني قوي، ولكن ده انت هتواجه الارجنتين المرشح الاول ان هو يكسب اصلا كاس العالم عن جدارة واستحقاق، وميسي ولاعيبة ميسي. ولكن اقدام السعوديين واقدام لاعيبة السعودية بتفجر اول مفاجأة في كاس العالم السنة دي بتفوق السعودية على الارجنتين، وغياب ميسي ورفاقه في الشوط الثاني ما يجوش خالص، والسعوديه بتقول لهم البسوا النضاره الدنيا دواره. المنتخب السعودي عمل كل حاجه في الشوط الثاني وسجل الهدف الاول في اول دقيقه او اول دقيقتين من صالح الشهري البديل الذهبي في السعوديه، وتقدم عن طريق اللاعب سالم الدوسري بتسديده عالميه. والغريب في الامر ان المنتخب الارجنتيني رغم عباقرته وكل حاجه وكل اللي عمله في الشوط الاول احراز هدف واضياع اكتر من كوره، ولكن المنتخب السعوديه يزلزل كاس العالم ويتقدم على منتخب الارجنتين اكتر من 40 دقيقه. منتخب الارجنتين بيهاجم ومفيش ولا كوره ما نقولش عليها خطيره، لكن بنقول فرص ليست محققه او ليست خطيره بالمره يعني على المنتخب السعودي. والتفوق الليبليهي مدافع ممتاز جدا، الليبليهي هو ومدافعين السعوديه كلهم عملوا اداء رائع، واكتر مباراه يوجد عليها تسللات امام افضل المهاجمين اللي هو منتخب الارجنتين ومهاجمينه، واكتر فرقه خدت تسللات في مباراه واحده في كاس العالم هي المباراه دي، بتفوق المنتخب السعودي في الدفاع وفي الهجوم وتسديده وتسجيله هدفين. ما شاء الله السعوديه بتضرب اول مفاجآت في كاس العالم بتفوقها على الارجنتين. وهل فعلا خلاص حلم ميسي بينهار ولا لسه الدنيا؟ واكيد لسه طبعا، وما زالت الارجنتين مرشحه للفوز بكاس العالم. ولكن الف مبروك للمنتخب السعودي، وهارد لك طبعا للمنتخب الارجنتين، ولازم تفرح حبيبي السعوديه. اول مكسب للسعوديه على الارجنتين، والارجنتين كانت مستنيه رقم قياسي ان هي تحقق رقم قياسي، اكتر منتخب ما خسرش مباريات متتاليه في كل البطولات، ولكن جاء امام السعوديين خسر في كاس العالم. والف مبروك للسعوديه، الف مبروك للسعوديه. ويا ريت يا صاحبي تسيب لك تحت وتعمل لايك واشتراك، وسلام.